طيب بجمله برضه ان انا خارج بره الفات شويه، مين فتح احلامك؟ مين فتح احلامي؟ مين فتح احلامك في السينما، في الدنيا؟ شخصيه كده كان حسيت ان دوت فتح احلامك. اصل فتح احلامي دي بتبقى حاجه من بره قوي. اصل انا يعني فتح احلامي دي لو انا هقول مثلا اي اسم ممثل مثلا كنت بحبه وانا صغيره، مثلا جوني ديب مثلا. آه طب انا ما اعرفوش يعني على المستوى الشخصي، ما هو ممكن يطلع يعني شخص مش لطيف على المستوى الشخصي، ممكن يطلع بيعامل مراته وحش، ممكن يطلع يعني اي حاجه. فلو هنحكم يعني بالشكل بس يعني من بره، لو ممثل مصري زمان هقول احمد رمزي. طبعا. لو ممثل اجنبي كان يعني وانا في الجامعه وكده كان جوني ديب. جوني ديب كان بيضرب مراته بجد. انا قريت الكلام ده، ما انا عشان كده بقول لك، ما انا ما اقدرش اقول ان ده فتى احلامي وان انا عايزه اعيش حياتي معاه، يعني لا ما اعرفوش. انا لما عرفت الخبر ده بقى فتح احلامي انا. بس طلعوا بقى قعدوا يدافعوا عنه بقى ويقولوا انه لا ده مش حقيقي وهي ملفقه له تهم وحاجات كده. بس يعني انا قصدي فكره ان انت تقول فتى احلامي من غير ما تعرف الشخص دي برضو مش حاجه صح يعني. فانا هقول فتى احلامي هو جوزي. يا سلام يا سلام الله. طبعا. طيب انت دخلتي الفن بفتك ولا بجمالك؟ لا اعتقد يعني لا اكيد مش بالفتي، لان انا كنت اصلا ما كانش اصلا في دماغي ان انا اخش الفن. يعني فلما استاذ يوسف شاهين كان بيدور على حد في سني وبمواصفاتي، انا هو اللي جالي، انا ما رحتش. هو الفكره كنت في جامعه الكويت ساعتها؟ لا كنت في المدرسه، كنت في لسه في ثانيه ثانوي. المدرسه. كنت في ثانيه ثانوي وكان الله استاذ يوسف يرحمك يا شاهين. جو، اذانا كتير، اتفضلي. بس هو بص، هو من الاخر كان بيدور على تركيبه كده، فانا كان عندي التركيبه دي. يعني انا كنت بلعب دور الفنانه يسرا، فكان عايز حد شبهها، وكان عايز حد عنده 16 17 سنه، وكان عايز حد بيعرف يرقص باليه وبس. فانا اللي كان فيا المواصفات دي، فهو اللي جه اصلا. ولو اجتهد اكتر كان هيلاقي. اتفضلي. تمام يعني. فاعتقد انه هو بس ان انا بالصدفه كان عندي المواصفات اللي هو كان بيدور عليها في الوقت ده. يعني لو كنت اصغر 4 سنين او اكبر 4 سنين او ما برقصش باليه او مش شبه يسرا، كان ما كنتش يعني ما كانتش الفرصه طيب دي. هنا مش هينفع ترقصي باليه، بس هنا لازم نعمل حاجه. لا مش هعمل حاجه. ايه ده؟ طب افتي عليه غني. لا مش هغني، والله ارجوك اغني ايه؟ نقول مع بعض. بصي انت لو الف بعد الشر عندك ايه هيبقى صوتك احسن مني في جميع الاحوال، عشان دي خلقه ربنا، مولود كده. طب بس انا افكر في حاجه اغنيها. بغني موت حلو جدا. غنيت مع بشرى، وغنيت مع مين تاني، غنيت مع كتير. ماشي اغني يعني اي حاجه كده. وغني معاكي. هتغني معايا زهرة المدائن؟ الله. بس بجد انا مش عارفه يعني. ماشي حاضر اوكي. هتغني. ماشي. بخاف. اهو هي يسر، هي يسر. طيب. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. كفاية عليك. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم. خلاص بقى كفايه. يلا. لا 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 مش هقدر اكمل، لا خلاص. تحبي نفتي تاني ولا لا كفايه. اشربي. خلصت من زمان، انا بشرب الحاجات وهي ما تغني معايا اي حاجه. انت جبت فيروز، فيروز صعب واغنيه صعبه جدا. ما تيجي نقول حاجه لعبد الحليم انا وانت. لا والله مش هعرف والله. تحبي مين طيب؟ حاجه لنجاة، حاجه لفايزه. بفكر حاجه عمرو دياب جديده يعني. انت هتلاقيني بقى انا بحب اغني فيروز.
طب يلا يا بشرى غنت اغنيه فيروزكي جميله قوي بتاعت حبيتك. انا في اغنيه بحبها اللي هي بتتغنى للاطفال عشان يناموا، يلا ريما. تنام ريما. اه يلا نقولها انا وانتي. انا حافظها. بجد؟ هنخربها، استنى. يلا تنام ريما، يلا يجيها النوم، يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجيها العافية كل يوم بيوم. يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، بضحك عريمة تتنام. ريما ريما الحندقة، شعرك أشقر ومنقى، واللي حبك بيبوسك، اللي بعدك شو بيترقى.